السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل مع بعض القراقيش. انا عاملة مقدار نص كيلو عن نص كيلو دقيق. هنحط عليه ذرة ملح. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنحط عليه، انا مش هحط شمر وينسون، هحط شوية زعتر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي مش بيحب الشمر واليانسون، اللي عايز يحط شمر وينسون عادي، هيحمص شوية كده معلقتين ويحطهم كده. شوية زعتر وشوية من الجنزبيل. بسم الله الرحمن الرحيم عشان تديها ريحة جميلة، وشوية قرفة. بسم الله الرحمن الرحيم. النص كيلو دقيق معاه كوباية من السمنة السايحة، مش قدحاها، سايحاها بس، ومعاها نص زيت، يعني ده نص زيت على نص سمنة، هي دافية معايا. ومعايا معلقة كبيرة من الخميرة، وهندوبها مع نص كوباية مية دافية، وهنحط عليها معلقة سكر. معانا معلقة خميرة كبيرة اللي هي الخميرة الجافة دي، وهنحط معاها معلقة سكر مليانة. بسم الله الرحمن الرحيم. وهندوبها مع نص كوباية مية دافية. بسم الله الرحمن الرحيم. هندوبها كويس قوي. وبعد ما ندوب الخميره هنحط معاها معلقه كبيره لبن بودره، ممكن نستغنى عنها عادي، لو مش عندك مش عايزه تحطي مش مشكله. بسم الله الرحمن الرحيم. هنركن كده الخميره على جنب. بعد كده هنقلب الدقيق الحاجات اللي احنا حطيناها دي. بسم الله الرحمن الرحيم. وبعد كده هنضيف السمنه والزيت دوت. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبس الدقيق كويس جدا قبل ما نحط الخميره. لو مش عايزين القراقيش تطلع ناعمه قوي، ممكن نضيف شويه دقيق تاني، لان مش كل الدقيق بيشرب السمنه زي بعضه. في دقيق ما بيشربش السمنه، وفي دقيق بيحتاج سمنه كتير، فده شكله ان هو شرب السمنه جامد. انا هضيف دقيق تاني عشان انا مش عايزه القراقيش تطلع ناعمه قوي. انا ضفت حوالي ربع كيلو تاني من الدقيق. اللي عايزها ناعمه قوي ما يضيفش دقيق تاني. دلوقتي هنضيف الخميره. بسم الله الرحمن الرحيم.
الرحمن الرحيم. ممكن نضيف معلقتين ميه تاني عشان احنا طبعا زودنا دقيق. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو هنعجنها كويس جدا. هي كده اصبحت معايا كيلو الا ربع دقيق، حطيت عليه كوبايه الا ربع ميه. هسيبها بقى في مكان دافي، اغطيها كويس واسيبها في مكان دافي عشان تخمر. العجينه اهي خمرت معانا. بسم الله الرحمن الرحيم. هناخد بقى حته حته كده نسيبها. نخليها كده كلها سوا واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. ونقطعها طبعا التقطيعه اللي تعجبنا. وهنرصها في الصينيه. وبعد ما قطعنا العجينه كلها ورصيناها في الصواني هنسيبها بقى في مكان دافي وهنغطيها كويس، وبعد كده هنسويها في الفرن ان شاء الله لما تخمر. ودلوقتي معانا اهو القراقيش خمرت اهي. احنا سخنا الفرن وبعد كده هنولع من تحت بس. بسم الله الرحمن الرحيم. هبتدي يستوي من تحت، هشغل من فوق تحت. وده شكل القراقيش بعد ما خلصت وطلعت من الفرن. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.